السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم كتشاركوا تشاهدوا في هذا الفيديو. ان شاء الله واحد الكيكه صغيره منزليه صغيره ديال مولاته، والسيده اللي طالباها صاحبتي واخا غنقطعها لا ماشي مشكل، قالت لي ماشي مشكل لان خصني نشوفها نوريها لكم. ها هي شوفوا كي دايره، كي جات رائعه البنات، رائعه روعه بواحد المكون رائع وبالصحه والراحه. ويلا معنا الطريق والمقادير، وما تنسونا بالاشتراك واللايك، وشكرا للجميع. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنا جوج بيضات بحراره المطبخ، كنزيد عليهم واحد الكيس ديال الفاني، اي باني تحبوه ديروه. عندي هنا كاسين ل 4 ديال السكر، ممكن ديروا كاس، انا ما باغيش السكر بزاف، الناس اللي طالبينها ما باغينش السكر بزاف. عندي قبيصه ديال الملح لتعديل الذوق. غادي نخدم هاد المكونات غير بالفويه، غير ديال بالخلاط الكهربائي، غنبقى نخدم فيها حتى تولي بيضه، تولي بحال الكريم. بقيت كنضرب فيه حتى هو احسن حاجه بالخلاط الكهربائي، اما بالايد كيعيي، ولكن ماشي الناس كلها كتوفر على الخلاط الكهربائي، هذاك الشيء علاش خدمتها بيديا الخلاط اليدوي. عندي هنايا كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. غندخل هذا الزيت هذا مزيان مع الخليط كما كتشوفوا هكا، ثم كنزيد ياغورت ديال نكهه الفاني علبه. ما توفرش لكم تقدروا تعوضوا بالبرتقال او بالحليب، او بغيتو ديروا ياغورت طبيعي ديروا. غتزيدوا شويه السكر ديال الفاني، فيه السكر غندخلو من بعد. غنزيد واحد المكون اللي هو رائع البنات، كيعطي لهاد الكيكه واحد النكهه رائعه، هو فلو كراميل. عندي معلقه ديال الفلو كراميل. احنا ما عندناش داك الشاصيات الصغار، غير الكبار كنعبر معلقه، وكيتغير حتى اللون ديال الكيك. بعد ما خلطت الكل مزيان غادي نزيد الدقيق واخا يكون مغربل غربلو. غندير الكاس الاول، كاس العنبه باش كنعبر 150 غرام. غندخل هذا الكاس الاول بهذا الشكل هذا. الطراب اليدوي راه كيبغي شويه خدمه في الصبر. ثم غنزيد الكاس الثاني، غادي ندخل حتى هو. متخافوش منها، غير خدموا هاد الكيكه راها رائعه. ها هو بدا يتقال لينا الخليط كما كتشوفوا. غادي نزيد واحد الشاصي ديال الخميره ديال 16 غرام، الا كان ديال المغرب 8 غرام، هذه فيها 16 غرام. ها هو عقاد لينا الخليط كما كتشوفوا. مازال غنزيد نص كاس ديال الدقيق، لان باقا غادي نخدمها، واخا تشوفوا عقادات راني باقا خدامه فيها. غتشوفوا ثاني اش غادي نزيد فيها. غير تبعوا المراحل وغتنجح معكم الكيكه رائعه. غير شويه الصبر وخلاص. شوفوا دابا كي ولا، ها هو عقاد.
كما كتشوفوها واقد. هانتوما غادا نزيد واحد نص كاس ديال الماء طيب ساخن، ماشي ساخن، طيب مغلي، وغادا ندخلو في هاد الكيكه. هو اللي كيعطي هذيك الخفه، كتجي رائعه البنات. ها هي بعد ما خلطتها دخلت داك الماء، ها هي شوفوا كي ولات. غديروا لها بحال هكا شوفوا صافي. ملي كتولي دير هكا 8 صافي راها جاهزه. عندي هنا واحد البول اللي دهنته بالزبده ودرتو في الثلاجه قبل ما نبدا. درتو في الثلاجه لان كيعطي واحد النتيجه زوينه، ماشي كيخلي الا كان برا كتسخن الكيكه دغيا كطلع وما كطيبش مزيان. صافي هذا هو القوام اللي بغينا. غادي ناخذوا المول، اي مول عندكم ديروا فيه، وغادي نفرغوا بهذه الطريقه هذه. راه هكاك راه غتجي عائليه، ماشي زعما. غنجيب واحد السباتول ننزل كلشي ديك العجينه، ما نضيعوهاش. هكا نزلوها كلها. في هذه الاثناء انا يلا شعلت الفران حتى خلطت الكيكه. عاد شعلت الفران، خصو يكون ما يكونش سخون بزاف، يكون يلا بدا يدفى. كنحط ندير لها هكا على سطح العمل وكنخليها 5 دقائق ونحطها في الفران ان شاء الله، ونرجعوا من طيب. بعد ما طابت الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، ها هي مفشفشه. هي المرا بغاتها غير صغيره، ما بغاتش ديك الكبيره، كل وحده وثمنها. غندهنها بالمربى بهذا الشكل كتزيين. تزينوا باش ما بغيتو، دهنوا باش ما بغيتو. وغندير رقائق اللوز. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. ها هي صغيره، ما بغاتهاش كبيره، بغاتها غير صغيره. ها هي على هذا الشكل. ان شاء الله تعجبكم، وتبعوا المراحل خطوه بخطوه تجيكم زوينه. هي صغيره، بغيتوها كبيره تدوبلوها. والصحه والراحه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا لايك، وشكرا لكم.